النهارده هعلمك ازاي ترد على حد بيقول ثانك يو بالانجلش. لكن الردود اللي انا هعلمها لك النهارده ردود غير تقليديه، حاجه كده مؤدبه وشيك جدا تخليك تبان مش بس لابق في الانجليش، تبان سوبر لابق حضرتك. يلا بينا نبتدي مع بعض. واول رد معانا لما حد يقول لك ثانك يو ممكن تقول له عشان تثبته بقى، تقول له ايه؟ I aim to please. حاجه في العربي كده زي ايه؟ يا ده احنا نحب نخدم. يعني بالذات لو واحده داخله عليك مثلا تقول لك مثلا thanks for help، تقول لها I aim to please مع الغمزه دي. محضر تحرش على طول. اوكي، I aim to please، احنا نحب نخدم. اوكي، تاني حاجه معانا ممكن تقول happy I could be of help، يعني انا مبسوط ان انا قدرت اكون سبب يساعدكم. happy I could be of help. thank you happy I could be of help، او happy I could be of service، انا مبسوط ان انا خدمتكم. ممكن كمان تقول بقى يعني ايه؟ it was nothing، ولازم قبلها القاضي. it was nothing يعني ولا حصل اي حاجه خالص. ده بقى للشباب اللي هي ايه؟ فاتحه صدرها. اوكي، اللي هو يعني ما عملش حاجه وعمل نفسه عمل كل حاجه. thank you it was nothing. ممكن كمان بقى نستخدم شويه بدائل formal. اوكي، زي مثلا ايه؟ my pleasure، لما حد يقول لك thank you يقدر يقول له my pleasure. اوكي، ممكن تقول له كمان you're welcome. اوكي، ممكن كمان تقول anytime زي it was nothing، يعني في اي وقت. واحد بيقول لك thank you قول له anytime. ممكن كمان تقول it was the least I could do، يعني دي اقل حاجه عندي. ده برضه للشباب اللي لسه فاتحه صدرها. اوكي، it was the least I could do، يعني دي اقل حاجه اقدر اقدمها لكم. واخيرا ممكن بمنتهى البساطه انك تقول sure. حد يقول لك thanks قول له sure. لو الفيديو عجبك شير ولايك. سلام.